بن صقر، هل أنتم نادمون أو على الأقل هل تراجعون سلوكياتكم التي قمتم بها داخل الإمارات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نحن لابد أيضا نعرف دعوة الإصلاح التي هي توجه لها كل هذه التهم. دعوة الإصلاح ليست وليدة اليوم. دعوة الإصلاح أنشئت يعني جمعية الإصلاح مع إنشاء الدولة سنة 1974. فبالتالي اكتشاف كل هذه الجرائم وكل هذه المخاطر في هذا التوقيت بالذات يعني هناك مؤشر ما يشير إلى أن هناك خلل. المحاكمات هي في الحقيقة محاكمات لحقوق وحريات، ليست محاكمات. كيف في اتهامات جنائية حسب ما يقول السيد علي راشد النعيمي؟ يعني هذه الاتهامات لو جينا نفصلها يعني أنا وكيل نيابة أصلا وحلت للتقاعد قبل بداية هذه القضايا بفترة بسيطة. القضايا هذه لو جينا نفصلها كلها لا ترقى إلى مخالفات يعني في إنشاء جمعيات أو غيره لو صحت مثل هذه. يعني إنشاء جمعيات سرية دون علم السلطات المحلية، الاختلاس، جمع التبرعات والأموال، ألا يدلل أن هنالك جرائم كبيرة وأنت تقول بأنك كنت وكيل نيابة في السابق؟ لا لو فرضنا أن هذا الشيء حدث أو أن هناك تنسيق أو غيره، جمعية الإصلاح ودعوة الإصلاح ليس لها علاقة بالإخوان المسلمين. طيب. أنت استخدمت نقطة تستخدم أيضا سيد علي، سأعود إليك. أنت استخدمت نقطة سيد محمد بن صقر تستخدم ضدكم أيضا، يعني الإمارات العربية سمحت لكم بالعمل منذ الفترة التي تحدثت بها أنت عنها، يعني كانت أعطتكم مساحة كبيرة. كيف استغليتم هذه المساحة؟ ألا يشكل ذلك دليلا على أن الإمارات كانت منفتحة في التعاطي معكم؟ لا، ما هو الاستغلال؟ أنا مش فاهم يعني. يعني جمعية تعمل لها امتداد ولها تأثير ولها حضور جماهيري. قد يكون التوجه الأمني في الدولة خلال السنوات الأخيرة هو من سلط أو من صنع وهم أن هناك يعني التيار الإسلامي أو من يحملون الفكر الإسلامي يشكلون خطر على هذه الدولة، وخاصة مع بعد خروج الفلول من دول الربيع العربي. صرنا نحن نستقطب اللي هي الفكر الأمني الذي هو يعني يعتبر أن التيار الإسلامي أو الفكر الإسلامي هو عدو. لكن نحن كدولة يعني متجانسة لم يوجد عندنا هذا. نحن نتكلم يعني على حقوق وحريات. إذا كنتم تعملون كل هذه الفترة ولم يعني يلجأ أحد إلى حظركم أو وقف أعمالكم، ألا يدلل حظركم في فترة معينة بأنكم تجاوزتم الخطوط المرسومة لكم؟ لا، نحن نريد يعني معرفة ما هي الخطوط التي تجاوزناها. نحن نتكلم على. طيب أنت كيف تبرر أن كنتم مسموحين من العمل داخل الإمارات لفترة معينة ومن ثم تم إيقاف عملكم؟ هو لم يتم فجأة. هو طبعا يعني التدخل الأمني هذا بدأ في مفاصل الحياة من فترة، يعني نتكلم مثلا على 10 سنوات أو أكثر أو أقل. الفترة هذه الأجهزة الأمنية بدأت تتغلغل يعني في كل مفاصل الدولة، فبالتالي يعني التحول من يعني مجرد التضييق في الوظيفة وفي الترقية وفي العمل الحر وفي المنع من السفر إلى أن وصلنا إلى مرحلة الاعتقالات وتوجيه الاتهامات، لأن هذا تيار أصلا نحن تيار وسطي إسلامي سني معتدل موجود في كل شرائح المجتمع، فبالتالي إيقافه لن يكون إلا عن طريق أنك أنت تعتقل وتوجه تهم تصورها بأنها كبيرة، لأن في بداية القضية تم اتهام دعوة الإصلاح بأنها دعوة مسلحة. وللأسف إلى اليوم الإعلام الإماراتي جريدة يقرون في أدبياتهم بوجود التنظيم الدولي للإخوان ويفتخرون بهذا، وموقع الرسمي للإخوان المسلمين كان يذكر أنهم منتشرين في 80 دولة في العالم. الآن لما بدأت الدول تنتبه لخطورة هذا التنظيم بدأوا ينكرون وجوده أصلا، وبدأوا يتحدثون عن مشاركة في الفكر وليس يعني من يقول بأنه يتبع هذا الفكر ينظم هذه الأفكار أو يتبعها. لا، الآن من يحمل الفكر الشيوعي أو الفكر الرأسمالي أو غيره، هل هو يأتي بنظام موجود مثلا في أمريكا وينقله بحذافير ويتبع يبايع مثلا يعني رئيس الولايات المتحدة؟ سأعود إليك سيد علي. يعني لكن يعني هذا هو التمويه. القضية السابقة التي عرضت المتعلقة بدعوة الإصلاح لم يثبت فيها أي كلام بتنظيم كذا ونظام مسلح وغير هذا ما يسوق في الإعلام، أن دعوة الإصلاح لها ارتباطات خارجية، ولا حتى يعني تضرب الدعوة وتضرب الحركة داخل دولة الإمارات يعني تشوه بهذه المحاكمات العادلة. هناك أكثر من تقرير، ممكن 3 تقارير لمراقبين دوليين ذهبوا إلى دولة الإمارات ورصدوا المحاكمات وقالوا أنه لا يوجد
مقومات. لمن هذه التقارير؟ من هي التقارير هذه الجمعيات؟ اللجنة الدولية للحقوقيين أصدرت تقريرها تقريبا الآن قريب من حوالي أقل من شهر. المنظمة العربية لحقوق الإنسان تكلمت عن التعذيب. هذه منظمات إخوان، هي مش منظمات الذي حقوقية. يوجد. سأعود إليك سيد علي راشد. يعني هناك أيضا تقرير صدر هنا من بريطانيا من أحد لجنة يرأسها أحد القضاة السابقين في أظن حتى في محكمة العدل، تكلموا على وهنالك مجموعة تعمل من هنا من بريطانيا، وهنالك علامات استفهام عليها لأنها لم تتوجه إلى الإمارات ولم تحضر هذه. لا أنا أتكلم على التقارير هذه صدرت من أشخاص ذهبوا إلى الإمارات. عندما تقول بأن المحاكمات غير عادلة، طيب في محاكمات سابقة عندما حكم 69 في مرات سابقة تم الإفراج عن 25 شخصا لأنهم لم تثبت التهم عليهم، ألا يشكل ذلك دليلا أن من هو متهم يبقى في القفص ومن هو غير متهم يتم الإفراج عنه؟ لا، هي المحاكمات العادلة لابد أن يكون لها أساس سليم، يعني لا يعقل أن تبدأ القضية باعتقالات وقبض ووضع في سجون سرية لمدة 9 أشهر إلى سنة، ويعني حتى انتهاك حقوق الأهالي الذين هم خارج السجن من خلال إيقاف رواتب العوائل ومن خلال منعهم من السفر. كل هذا التضييق خلال سنة كاملة، ثم بعد ذلك ندخل على محكمة. المحامي لم يمكن من اللقاء بموكلين ولم يطلع على أوراق الملف إلا قبل ما تحل القضية يعني بعدة أيام. فبالتالي نحن نتكلم على عدم وجود بنية أساسية أصلا صحيحة للمحاكمات. المصدر يقول أن الدكتور حسن يعني أن لا، وهم يعني خبروا السفير أن وضعهم كيف في أول جلسة أصلا يعني اللي هي عقدت خلال بداية الأسبوع هذا، طلبوا يعني عرضهم على الطب الشرعي وطلبوا أنهم تعرضوا للتعذيب ويريدون التحقيق في هذه المسألة. طيب، وأجلوا الجلسة لعرضهم على الطب الشرعي، ما يعني يشكل دليل على أن المحاكمة تتم بنزاهة، بالتالي يتم الاستجابة لمطالب المتهمين، وعندما يتم التشكيك بأنهم تعرضوا للتعذيب المحكمة تنظر في هذا التشكيك. نحن نقدر الإجراء هذا، وإن كان في المحاكمة السابقة لم يتخذ مثل هذا الإجراء ولا غيره، والمحكمة التفتت عن كل هذا. لا مش صحيح هذا الكلام. يعني تعترفون اليوم بأنه المحاكمات تجري بشكل عادل يتناقض مع ما كنتم قلتوه. كيف لا نعترف أنها تجري. أنا أقدر هذا الإجراء، لكن هذا الإجراء يعني أنت تجلس شخص لمدة سنة كاملة تعرض للتعذيب. شخص إذا تعرض للتعذيب بعد سنة كاملة يعني ماذا سوف تجد عليه؟ طب ما هي الإثباتات على ما تقولون؟ هذه نقطة، ونقطة أخرى لم ترد على سؤالي فيما يتعلق لماذا هنالك مصريون متهمون بهكذا تهم داخل الإمارات؟ يعني ألا يدلل وجود عنصر مصري بأن هنالك ارتباط بين الخلايا المحلية والتنظيم الأم في مصر؟ لا، هذا احنا هذا ما نقول ونكرر أن هذا ترتيب أمني لا أكثر ولا أقل. هي مسألة ما هم اعتقلوا أكثر من شخص يعني، وهم مستعدين يعتقلون أي شخص من أي دولة ويلزقون بدعوة الإصلاح في الإمارات على أساس يقال أنها يعني هؤلاء يخططون. لا، هؤلاء ليسوا فقط يعني لما خرجنا من المحلية يعني لما رأوا أن نحن كناس مدنيين لا نستطيع أصلا ولا نملك السلاح ولا نملك القوة كما يعني تكذب الصحف في الإمارات وتقول أن النظام مسلح. يعني قبل أيام تذكر جريدة الاتحاد أن التنظيم المسلح الذي أقر به تنظيم دعوة الإصلاح من قبل، وهو أصلا هذا لم يثار ولم يطرح ولم توجه أصلا اتهامات بهذا الكلام. فبالتالي هو يعني تكبر القضية، تعطى هذا الحجم حتى يعني من يشاهد القضية يقول نعم يستحقون مثل هذه المحاكمات، وهي في الحقيقة يعني قضايا تصنع من لا شيء. أنا أريد أيضا أن أشير إلى موضوع البعبع الأمني اللي يتكلم عن الدكتور. الموافقات الأمنية هذا شيء معروف، تعميم صادر قبل في 2009 عن الموافقات الأمنية في التعيين والترقية وفي غيره وكذا، وهو أصلا تعميم غير دستوري وغير قانوني. واحد يعني المتضررين من هذا رفع دعوة وحصل بعد 4-5 سنوات على الموافقة على ابطال مثل هذا القرار، لكن الممارسات ما زالت موجودة. نحن نتكلم على ممارسات من تحت الطاولة، لا يوجد جهاز أمني يعني يأتي ويقول أنا أفعل وأفعل. دعوة الإصلاح أصلا تطالب بأنها تعمل من خلال مؤسسات وجمعيات. تم حل جماعة الإصلاح في التسعينيات، في أواخر التسعينيات. أنت ما تترك الفرصة للناس، لذلك نحن يعني الذي نطالب به أن القبضة الأمنية تزال عن الشعب الإماراتي، أن تكون هناك مؤسسات منتخبة، برلمان منتخب،
قضاء مستقل حقيقة، يعني تنطبق عليه المعايير الدولية لاستقلال القضاء، وليس قضاء يعني القاضي فيه موظف وأنا كنت جزء من السلطة القضائية وأعني ما أقول، وأن تكون هناك سلطة تنفيذية تعمل بموجب يعني العمل السياسي الحر وتحاسب من هذه الأجهزة. أما نحن يعني عندما نأتي ونطالب بمجلس وطني منتخب تصبح هذه تهمة، هنا هذا خلينا نتكلم. نحن لا ننكر أن هناك انفتاح اقتصادي، هذه ليست وهناك تجارة، التهم موجهة لهم، ليست مطالبة بالمجلس الوطني. الإمارات نحن لا ننكر أنها متميزة في جوانب أخرى، لكن هناك قبضة أمنية نحن هذا الذي نستنكره. سيد محمد بن صقر، يعني الاتهامات الأخيرة، الصدام بدأ بعد هذه اللائحة، ولكن الاتهامات الأخيرة لا علاقة لها بالمجلس الوطني الاتحادي. الاتهامات تتعلق بقلب نظام الحكم، محاولة السيطرة على الحكم، التعامل مع منظمات وأشخاص موضوعة على لائحة الإرهاب، التمويل، اختلاس ملفات، يعني لا علاقة لها هذه كلها تهم، نحن يعني نقول ليس لها أساس، كلها تهم ملفقة خرجت تحت التعذيب. وجود مصريين لا يؤكد على المصريين هذول يعني هي هذا الشيء اللطيف أن المصريين هؤلاء موجودين بعضهم من 20 سنة و30 سنة و15 سنة، وبالتالي هم لم وأطباء ومهندسين وناس مدنيين أصلا، يعني ما لهم علاقة لا في التجسس ولا في التخابر ولا في غير، وكذلك دعاة الإصلاح الذين حكموا من قبل.